حل مشكلة عالمية ووسط ما الناس ما كانتش لاقية مكان في المستشفيات. ابتكر هو اختراع بإمكانيات موجودة في أي بيت، أبهر مهندسين كوريا والصين وأثبت لهم إن المصري يقدر يعمل أي حاجة حتى في عز المشكلة. تخيل معايا كده لو قلتلك إن المية اللي بنشربها ممكن تبقى سبب في إنها تساعد الناس اللي عندها مشاكل في التنفس تتنفس أحسن وتتعالج بأدوات بسيطة. وده مش تخيل ولا حاجة، ده شاب مصري من الإسماعيلية قدر يخلي ده حقيقة. أحمد سليم شاب عادي زي أي شاب في مصر، بس عقله سابق سنه بخطوات كتير. اتولد في الإسماعيلية وتربى وسط أهلها الطيبين، بس كان دايما عنده شغف وحب للاختراعات والتجارب. يمكن من أول ما مسك مفك وهو صغير لحد ما بقى بيصمم جهاز ينقذ بيه حياة الناس في وسط المشكلة اللي حصلت من كام سنة، وبدأت من الصين وبعدها انتشرت في العالم، وبسببها الخوف اللي كان مال الدنيا كلها، والناس كانت بتخاف تتنفس حرفيا. حتى أجهزة التنفس الصناعي قليلة والأسعار في السماء. وهنا جت الفكرة وقال لنفسه ليه ما نعملش أكسجين من مصدر من الطبيعة، من الحاجات اللي حوالينا. وساعتها بدأت الرحلة. أحمد سليم ما استناش حد يدعمه ولا مستثمرين، هو قعد لوحده يفكر ويجرب يوم ورا يوم وسط كتب وأبحاث وتجارب ملهاش أول من آخر، لحد ما قدر يطلع بفكرة جهاز تنفس عبقري بيشتغل بتكثيف الأكسجين من المية. أيوة، المية اللي بنشربها بنستحمى بيها بنغسل بيها وشنا بقى فيها أكسجين نقي يقدر يدخل جهاز تنفس ويطلع هواء نقي ويتخلص من البكتيريا والميكروبات اللي في الجهاز التنفسي. ومش بس كده، الجهاز كمان بيستخدم التلج والملح والقطن الطبي والرمل المعالج والمطهر. ده غير كمان إنه بيخرج أكسجين من منتجات نحل زي العسل ومن نباتات طبيعية زي الثوم والبصل والليمون والنعناع، وبيكثفهم عن طريق التبخير والتبريد عشان ينتج أكسجين نقي 100%. والمبهر بجد إن الجهاز مش بس بيطلع أكسجين، كمان ليه قدرة علاجية قوية، بيعالج ضيق التنفس أو مشاكل الحلق والكحة، وكأنك بتدخل أكسجين مش بس نظيف، لا ده طبي ومفيد. واللي أحلى كمان إن طريقة استخدامه بسيطة جدا، ممكن تشمه من الفم أو الأنف لمدة ما بين 20 ل 60 دقيقة، والجلسات بتكمل من يوم لحد 3 أيام، والنتيجة شفاء تام من كل الأعراض تقريبا. واللي جربه قال إنه فرق معاه من أول مرة. أحمد موقفش عند الفكرة ولا التجربة، ده راح وسجل الاختراع وحصل على براءة اختراع رسمية، يعني الدولة نفسها اعترفت إن اللي عمله مش بس جديد، ده مهم وجبار وفعال. في وقت العالم كله كان بيدور على حلول، أحمد كان بيخترع حل فعل بإيده وبأدوات بسيطة، بس بعقل عبقري وحماس ما بيتكسرش. الحلو في القصة مش الجهاز نفسه، رغم إن ده إنجاز عظيم، لكن المثير فعلا إن شاب مصري من الإسماعيلية قدر يفكر بطريقة بره الصندوق ويوصل لاختراع ممكن يغير شكل الطب التنفسي في العالم كله. ممكن نكون قدام بداية لفرحة بأبسط الإمكانيات وبأقل تكلفة ومن غير أي مضاعفات ولا مواد كيميائية. تخيل إن كل اللي استخدمه حاجات موجودة في بيتك وبتستخدمها كل يوم. أحمد سليم مش مجرد شاب اخترع جهاز، هو مثال حي على إن الإبداع مش محتاج تمويل ضخم ولا شهرة، محتاج بس عقل بيحب يفكر وقلب ما بيخافش من الفشل. وكل اللي عمله إنه ساب بصمته في عالم بيجري بسرعة ومحتاج ناس تفرمل المشاكل وتبدأ تفكر بهدوء وأمل. وأحمد فكر وعمل، والأمل النهاردة ليه اسم، هو أحمد سليم.